صرحت صحيفة ماركا المدريدية بأنه متبقي عامين على انتهاء عقد الظهير فرناند مندي، والنادي الملكي مش مستعجل على تجديد عقد اللاعب. ومن وجهة نظر المدرب كارلو أنشيلوتي إن مندي ما بيأديش الواجبات الهجومية بأفضل أداء، وإنه بيميل للشق الدفاعي أكتر من الهجومي، وإن ده مش من سياسة النادي الملكي واللي دايما بيلعب الكرة الهجومية البحتة، وبيفتح النادي الملكي الباب أمام اللاعب للمغادرة في أي وقت. وبيبحث النادي الملكي عن لاعب بيجيد الواجبات الدفاعية والهجومية على أكمل وجه. وكريم بنزيما رافض فكرة رحيل مندي عن نادي ريال مدريد، وده لأن اللاعب قدم تضحيات كتيرة لدفاع النادي الملكي. وصرح بنزيما إنه مشاركة مندي المستمرة مع النادي قللت من استقبال النادي لأهداف كتيرة، ومتخوف كريم بنزيما من فكرة رحيل مندي عن النادي الملكي، لأن من الصعب تعويض اللاعب بلاعب تاني قادر إنه يقوم بالواجبات الدفاعية زي اللي بيعمله مندي. وبيراقب النادي الملكي الظهير الأيسر لبايرن ميونخ ألفونسو ديفيدز.